اعتذر على الكواليتي بتاعت الفيو عامه بشكل عام للمره المليون تقريبا. بس انتوا اللي انتوا منكم عارفين، هو عارف ان انا قاعد مع اهلي. فمعنى ان انا قاعد مع اهلي معناه ان انا يا دوبك بحاول اشوف اي كادر معين واحاول اصور فيه. تمام. اكيد مش هحب اصور وانا خلفيه مثلا سرير او اي مكان يعني. تمام. فاللي منكم ما يعرفش برضو، انا الفتره اللي انا بقطع فيها فتره معينه، انا مش هتلكك واقول مثلا ان انا هي مش هتلكك يعني. بس اعرف ان انا بمر بفتره. يعني انا مثلا بنزل فيديو كل اسبوع، فيديو كل 10 ايام. انا عايز الفيديو ده ينزل يبقى مرجع ليك انت. يبقى مرجع ليك انت. خلاص، في فيديو مرجع عن الجيم، في فيديو مرجع عن التدخين اللي انا عملته، في فيديو مرجع عن ايا مكان بقى الحاجه دي، في فيديو مرجع عن الديسيبلين ايا مكان. فانا طالع النهارده اعرفكم ان انا حرفيا ما بعملش اي حاجه الفتره دي غير ان انا بشتغل الصبح. انا بنام كتير فشخ وانا مش مظبط نومي، بس هقول لكم. انا بشتغل الصبح، بروح الجيم، بعدها برجع اتغدى، باكل وجبه اول حاجه الصبح، بعد كده برجع اتغدى، بعد كده بشتغل شويه، وبعد كده بنزل اخرج مع اصحابي. تمام. ده الروتين بتاعي حرفيا. ف انا الفتره دي انا فولي فوكسد على جسمي. ليه انا عايز اعمل حاجه زي كده؟ انا عايزك الفتره دي تكون تعمل ماكسمايزيشن للمسل ميموري بتاعتك. انت كده كده عارف المسل ميموري بتاعتك، ان هو انت مثلا لو انت جيت وقفت الجيم اي مكان، دي الذاكره العضليه بتاعتك اللي هي بتفتكر التمارين، او مش بتفتكر، انت بتفتكر عامه العضلات نفسها. تمام. انا عايزك تعمل في الفتره دي ماكسمايزيشن للمسل ميموري بتاعتك. انت كده كده كل فتره كنت بتقعد تقول انا هعمل فورمه دلوقتي، وبعد كده تلاقي نفسك انت فتره وقطعت، وهقول لك دلوقتي انت بتقطع. بس اي مكان بقى الحاجه بتاعتك، فتلاقي نفسك انك انت قعدت فتره وبعد كده قطعت وبعد كده مش عارف ايه وبتاع. فانت حرفيا بتمر بنفس السايكل دي، اللي هو انا خلاص عندي موتيفيشن للتمرين، وبعد كده بوقف، وبعد كده بقطع، بعد كده برجع تاني، وهكذا. فانت في نفس السايكل دي. فانا عايزك تخرج بره السايكل دي نفسها. فانت المفروض تعمل ايه؟ انا هقول لك انا عملت ايه الفتره اللي فاتت. هو ركزت عليه من ناحيه الاكل، من ناحيه كل حاجه حرفيا، من ناحيه حتى اللايف ستايل بتاعي اللي هيقلي ان انا الحمد لله انا عملت جسم دلوقتي زي ما قلت لكم مش باين قوي دلوقتي على خاطر بتاع واسع. بس احسن حاجه يعني. تمام. ده اقوى ليفل انا وصلت له من ناحيه جسمي. انا وزني دلوقتي 86، طولي 190 كده كده. فده اقوى وزن واتقل وزن، والحمد لله اكتر قوه واكبر عضلات ممكن انا عملتها. يعني انا شلت انا في حاجه فرحان بيها، ما اعرفش ليه، ممكن تبقى حاجه عاديه بالناس، بس دي حاجه انا مبسوط بيها، لان انا اصلا دراعي طويل. يعني انا دراعي طويل فشخ، فالرينج اوف موشن نفسه بتاعه كبير فشخ. بس انا شلت 70 كيلو انكلاين بنش بريس. الله يرحمها اول بنش. بص خستنه كده يا جدعان. بس انا شلت 70 كيلو انكلاين. فده بالنسبه لي رقم كبير فشخ. ليه؟ لان انا اصلا ال 70 كيلو دي انا كنت بعاني منها في البنش بريس العادي. حلو الكلام. ففكره ان انا اشيل 70 كيلو انكلاين ده معناها ان الدنيا ظابطه. فانا هاجي لك في واحده واحده. اول حاجه نظام التمرين. بقول لك حاجات الصح اللي انا طبقتها على نفسي. انا بتمرن بقالي كتير قوي يا جدعان، اللي ما يعرفش انا فعلا بتمرن بقالي كتير. انا بتمرن بقالي 4 سنين. بس الاربع سنين ما كنتش بتوصل كلهم بادي بيلدينج. انا بتمرن حديد مثلا بقالي ممكن تقول سنه ونص مثلا. يعني سنه ونص في الرينج ده. انا اتمرنت ام ام اي، لعبت كروس فيت وحاجات زي كده، لعبت باور ليفتنج، لعبت قعدت فتره برضه بلعب حديد، وبعد كده قطعت عشان خاطر العب ام ام اي، وبعد كده رجعت تاني. فانا لعبت رياضات كتير قوي الحمد لله يعني. فاهم؟ في نطاق برضه شيل الاوزان والحديد والحاجات دي كلها. اول حاجه التمرين. لو انت لسه بادئ، او انت لسه بتبدا، او انت لسه بتحاول ترجع، نصيحه من اخ: ما ترجعش تتمرن كل يوم 5 ايام في الاسبوع. الحوار ده انا عمري في حياتي ما عملته. انا ماكسيموم بتمرن 3 ايام في نفس المره يعني. يوم ورا بعض، بعد كده رايح يوم. ده فتره العتاله. وده كنت انا في نعيمي بالنسبه لي. انا كنت في نعيمي الجهل. انا حرفيا دلوقتي بتمرن يومين عشان انا في اجازه. فانا يعني انا في بيت اهلي، فانا معايا العربيه يعني، فمش هكذب عليكم. فانا بتمرن يومين ورا بعض واريح يوم، يومين واريح يوم. حلو الكلام. طيب انا طول فتره الجامعه كنت بتمرن يوم او يوم لا، عشان ما كنتش فاضي. طيب كل مره بتمرن فيها انا بتمرن بالظبط حوالي ممكن تقول 5 تمارين مثلا، حاجه زي كده، 6 تمارين. اغلب التمارين انا بلعبها مجموعتين. وفي تمارين معينه مثلا ممكن تبقى ترايسبس، عشان خاطر انا عندي دراعي مش قوي مثلا بالنسبه لظهري او اي مكان. فانا بتمرنها مره
التمارين الدراع والحاجات اللي هي الفرعيه دي، اللي هي بالنسبه لي الضعيفه، انا بتمرنها 3 مجاميع. الحاجات القويه مثلا زي ظهري وبتاع انا بتمرن مجموعتين. يعني انا بتمرن مثلا بول ابس مثلا، فانا بلعب بول ابس بوزن، فده مجموعتين. ايه تاني؟ ال- آم، التي بار رو بتمرن برضو مجموعتين. السحب العالي بس اللي هو بايد واحده عشان خاطر عايز اطور اللي هو اللاتس، لانك عندي فيها مشكله. انا قعدت فتره كبيره فشخ بدور ايه المشكله اللي في ظهري، وطلعت المشكله فعلا في اللي هو اللاتس وفي الميد باك. عشان كده انا ضفت التي بار رو وضفت اللي هو اللاتس يعني. اللات بول داون سنجل ارم. ف اتمرن يوم او يوم لا، اتمرن بهاي انتنسيتي بالله عليك. العب مثلا لست 4 ل6 عدات. انا ليه بتمرن بنفس النظام ده؟ انا معتقد اعتقاد تام ان انت العضلات بتكبر لما بتكون انت شلت وزن تقيل معين وشلته على، يعني جسمك بيتكون. معلش يا جماعه، الناس شارب شوفان فانا مش قادر، انا حاسس إن أنا عايز انام دلوقتي. بس دي مشكله بقى. ما انا هحكي لكم في حته الاكل دي. الاكل ايه هو؟ الاكل بيديك باور فعلا مدار اليوم، واكل بيخليك نايم زي ما انا نايم دلوقتي يعني. فالاكل، الاكل الفيديو ده كده كده لازم يتعمل مونتاج كده كده. التمرين اتمرن بهاي انتنسي لو فوليوم. يعني نصيحه من اخ يعني، آه، اتمرن مثلا رينج المجموعتين تقال. يعني انت وزن مثلا ممكن تجيب بيه من 3 ماكسيموم عدات، 5 6 عدات. اتمرن في نفس الرينج ده. انا لاعب بنش بريس النهارده امبارح، لاعب بيها الانكلاين بنش بريس، لاعب بيها مجموعتين، مجموعه ب 70 كيلو، 3 عدات، عدتين قصدي، و65 3 عدات. بس ما لعبتش اي حاجه تانيه. الكتف الخلفي انا لعب مجموعه واحده دروب ست. الكتف الجانبي بلعبه 3 مجاميع بصراحه. ايه تاني؟ عشان خاطر عايز اقوي الكتف عندي. فاي مكان بقى، فانت فهمت السيستم، فانت بتحاول تلعب هاي انتنستي لو فوليوم. الهاي فوليوم ده اللي هو ال3 مجاميع مثلا، وده بالنسبه لك هاي فوليوم، العبه في العضلات اللي هي الضعيفه. تمام؟ ده اول حاجه. تاني حاجه هتكلم فيها هي بوينت الاكل. انا كنت ماشي بمدرسه اللي هو انا مركز فشخ على السعرات بتاعتي. اليوم اللي انا ما كنتش فيه سعرات انا لازم اعوضه في اليوم اللي قبله كتير كتير. انا كنت ماشي بالمبدا ده كتير. تمام؟ المبدا ده هو كويس وكل حاجه، بس المشكله ان عشان خاطر تبلك حاجه زي كده كلين بالكينج، الموضوع صعب. الموضوع صعب من ناحيه الاكل، الموضوع صعب من ناحيه الميزانيه، من ناحيه الفلوس، من ناحيه الحاجات دي كلها. الموضوع صعب فشخ. فانت هتتجه للديرتي بالكينج ده الطبيعي. فانت لما تتجه للديرتي بالكينج فانت كده كده هتزيد دهون. انا زدت دهون على فكره شويه في بطني، فالحوار ده قرفني عامه. مش قوي يعني، بس هي شويه دهون. بس انا كانش عندي الدهون دي، فجيت بعد كده بقعد كده بمسك بطني قلت احا انا عندي دهون في بطني، يا نهار اسود. فاهم؟ كلمت حد، واحد صاحبي اسمه دكتور خالد، يعني معرفه اونلاين، وحد كويس يعني. فانا كنت برجع له، فبقول له دلوقتي يا اسطى حصل كذا 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 كذا، المفروض اعمل ايه وبتاع. فهو قال لي على حاجه قويه جدا. قال لي ان الاكل ده وظيفته الاساسيه غير الاستشفاء طبعا، هو ان هو بيديك باور للجيم. يعني انت لا، لما بتاكل مثلا اكله معينه ممكن تاكل حتى، يعني انت مثلا لو جيت تاكل مولتو مثلا وجيت تاكل اي مكان بقى الاكل التاني اللي انت ممكن تاكلها، فانت بتشوف مدى كفاءه المولتو ده اللي هو مكتوب عليه. انا كنت على فكره بتجنن يعني، كان مكتوب عليه 8 جرام بروتين وبتاع. فانا بالنسبه لي ده حلو فشخ. قال لي ايه اصل الخرا اللي انت بتاكله ده؟ بجد؟ هو انت فاكر ان انت جسمك يعمل ايه بال 8 جرام بروتين دول؟ او جسمك يعمل 500 سعر دول؟ انت جسمك بيمتص. يعني انت بس اكلت وجبه معينه، حلو الكلام، انت بتحاول تزود الكواليتي بتاعت الاكله دي على قد ما تقدر. ليه؟ علشان الكواليتي بتاعت الاكل ده هي اللي بتحدد مدى امتصاص المواد دي. حلو الكلام. مدى امتصاص البروتين، يعني البروتين مثلا بتاع المولتو مش نفس البروتين بتاع صدور الفراخ، مش نفس الكواليتي، مش نفس البروتين بتاع اللحمه. فهي الفكره كلها في كده. فانت بتحاول تدور على اكل صحي ونظيف. الاكل الصحي والنظيف، لو انا كنت باكل 3000 سعره وكنت بزيد على فكره، كنت بزيد على الميزان كويس يعني كويس، بس انا كنت بزيد دهون اكتر من العضلات. كنت على طول نايم. بجد الكلام ده حقيقي، انا كنت على طول نايم وعلى طول سرحان. يعني انا دلوقتي سرحان بسبب ان انا شربت شوفان شيك اللي هو العادي، يعني هو فيه لبن وموز وعسل وبتاع، اللي هو عادي. فاهم؟ كنت نايم دلوقتي. بقى اللي انا كنت فتره من فترات كنت باكل مولتو. انا يا جدعان في فتره من فترات كنت بنزل اشتري كيس 2 مولتو في اليوم. هو كان في واحده مولتو اساسيه، كنت باكل بعد كده 2 مولتو في اليوم عشان اغطي السعرات بتاعتي، وعشان معتقد ان هو فيه 8 جرام بروتين، وعشان معتقد ان هو فيه بلا 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 اي مكان، وطعمه حلو وبتاع. فانا قلت خلاص بقى، فاهم؟ يا جدعان الحاجات دي بتنيم.
اقسم بالله بتنيم وبتخليك مش عارف تركز. ليه؟ لو انت بتركز على الكواليتي بتاعت الاكل، انت حرفيا هيبقى عندك باور طول اليوم. اول ما تلاقي نفسك انك انت ممخمخ ونايم على السرير وعايز اريح مش عارف ايه وبتاع، يعني انا بطلع بره الجيم وحياة امي اللي فيها باور ان انا ممكن العب كوره عادي جدا، فاهم حاجه؟ وكان ده بيحصل، يعني ممكن اصحابي يكلموني في حجز انا لسه طالع من الجيم، انا ممكن اكل حاجه خفيفه واروح الحجز وبجد ما عندي اي مشكله، وبجري في الحجز وفي باور في الحجز، بروح عادي جدا. انا فيا فوكس شويه ان انا اشتغل او ان انا اعمل او ان انا اخلي، فاهم؟ ده بسبب ايه؟ بسبب النوم. النوم رقم واحد. رقم اتنين كواليتي الاكل، انا اكلت اكل نظيف قد ايه على مدار اليوم. طيب في الفتره اللي انا كنت باكل فيها بقى مولتو وشيبسي وبتاع واندومي عشان خاطر اعرف اماكسمايز السعرات على قد ما اقدر، ده انا كنت ببقى نايم طول اليوم وكنت طول اليوم ما ببقاش مركز. الكلام ده حقيقي. كنت طول اليوم ما ببقاش مركز، كنت طول اليوم عايز انام، طول اليوم مخمخ، طول اليوم مش مركز حتى في المذاكره. انا لسه هقوم اعمل اكل وبتاع. انا كنت طول اليوم كسلان. لما بقيت انضف اكلي بقيت فولي فوكس. انتوا عارفين إن أنا في فتره من الفترات كنت بجيب البانيه اللي هو الستريبس واجيب معاه بطاطس مقليه واقعد اكل في الاكل ده كل يوم. انت بتخيل كم الزيوت وكم القرف ده؟ اكتر فتره زدت فيها دهون. قعدت كده حوالي 10 ايام او اكتر، يمكن اسبوعين، انا باكل تمن الاكل ده كل يوم. فانتوا متخيلين كم القرف اللي كميته؟ بصراحه طعمها حلو فشخ، مش كنتش كذاب، مش هقول النوع طبعا، بس هي طعمها حلو فشخ. بس انتوا متخيلين كم القرف نفسه؟ عشان كنت بقليها بقى بغمزها بقى في الزيت، كنت بزود زيت كتير فشخ وبتاع. فالحاجات دي كلها، فانت ركز على الكواليتي بتاعت الاكل. انت البطاطس المقليه دي انت ممكن تاكل 800 سعره ولا 1000 سعره بطاطس مقليه ما ادالكش اي باور، على الرغم انك انت لو انت خدت 500 سعره من وجبه معينه، الوجبه دي كانت كويسه ان هي تخليك تأدي في التمرين كويس، انت هتركز في التمرين اكتر، وفي نفس الوقت تبقى اقوى، لان العضلات عامه الكارب والبروتين والحاجات دي كلها فادك في العضلات بتاعتك. فانت اكلت كويس، معنى انك انت اكلت سعرات اقل بس انت بقيت اقوى في الجيم فبنيت عضلات اكتر. هي دي السايكل. الاكل بتاعك عباره عن بنزين بس. فكك من اي حاجه تانية، فكك من حته السعرات، فكك من اي حاجه من الحاجات دي. انت ممكن تاكل يا اسطى بجد 2500 سعره وتزيد بجد. وممكن تاكل على الميزان تزيد، انت هتزيد عضلات، فاهم؟ بسبب انك انت تاكل اكل نظيف. وممكن تاكل 3000 سعره بس انت طول اليوم ضعيف وطول اليوم فعلا مش عارف تشيل اوزان كويسه بسبب كم السعرات، كم السكر، وكم القرف اللي دخل جسمك يعني. تمام. حكايه كده حته الاكل، كملنا حته التمرين. نتكلم بقى حته الديسيبلين. زي ما انا عرفتك يوم او يوم لا، اتمرن اقل من ساعه، ممكن ساعه الا ربع ايا ما كان. انت اصلا لو انت اتمرنت حته المجموعتين بتاع هاي انتنسيتي لو فوليوم هتلاقي نفسك انك انت اول حاجه بتشيل اوزان فانت متحمس للجيم اكتر. رقم اتنين، انك انت جهازك العصبي فايق شويه. يعني انا الجهاز العصبي بتاعي لما اتمرنت مثلا، كنت بتمرن زمان عدد ايام كتير فشخ، انا الجهاز العصبي بتاعي كان بيموت يا جدعان، كان بيموت بجد. انا كنت بلعب باور ليفتنج، وكنت بلعب باور ليفتنج ده يا جدعان بجد انا كان ممكن اقعد في الجيم حوالي 3 ساعات. اقسم بالله كنت بقعد في الجيم 3 ساعات بسبب ان انا مثلا كان يوم عليا سكوات ويوم عليا بنش بريس، او يوم سكوات يا سلام بقى لو في يوم عليا سكوات وديد ليفت، يا سلام تقعد بقى تدرج في الاوزان وتريح وتلعب وده انا في ايام انا بيبقى عليا مثلا عدد مجاميع 6 مجاميع ديد ليفت، او 6 مجاميع سكوات. حلو الكلام. فست مجاميع سكوات ده كتير. هو كتمرين عادي يعني انت بتحسب الفاتيج مانجمنت والحاجات دي كلها، بس في نفس الوقت ده كتير من ناحيه الوقت. انت لو كل واحد فيهم ريحت لك بقى شويه 5 دقائق ولا 4 دقائق ولا بتاع وحطيت وزن تاني لا الحوار ده متعب. انا يا جدعان لما كنت بقيس البي ار انا كنت بريح 6 دقائق مثلا. انتوا فاهمين انا بتكلم؟ انا بتكلم في رقم ضخم 6 دقائق عشان اقيس تيست البي ار او البيرسونال ريكورد بتاعي في الديد ليفت. فركز انك انت تعمل اكبر كم عضلات ممكنه الفتره دي. عايز اقول لك الموضوع بيتشقلب حياتك كلها. انت بتنام بدري. انا فكره كلها مش فكره عضلات، فكره انك انت فكره انك بتظبط اللايف ستايل بتاعك. بتنام بدري، بتاكل اكل نظيف، بتجيب سبلمنتس كويسه، بتعمل الحاجات دي كلها. طيب حته الفلوس، لازم يكون معاك فلوس. حلو الكلام. فانت لازم تكون شغال شغل كويس، حتى ولو كان ده مش شغلك الاصلي، حتى لو كان ده حاجه بجانب الشغل بتاعك. ليه بقى؟ لان انت بجانب الشغل بتاعك مثلا انا حاطط بادجت معينه. البادجت دي حوالي انا بجد مش فاكر البادجت بتاعتي، بس انا باخد مكملات معينه. انا باخد فيتامين د، باخد زنك، بفكر ان انا اجيب مغنيسيوم. بفكر لان انا نومي مش افضل حاجه ككواليتي النوم، فانا بفكر اجيب مغنيسيوم بس لسه مش عارف قوي هجيبه ولا لا.
فانا مركز في الاثنين دول، الفيتامين د والزنك. هو ممكن اجيب بي 12، ما اعرفش انا ممكن اجيب ايه ساعتها، بس هشوف يعني. تمام. هبقى انزل لكم حتى في الكوميونتي بتاعت على الواتساب، انزل بص عليها في الديسكربشن يعني. تمام، يبقى من جوين يعني. فانا هركز على الحاجات دي. فانا وكرياتين. فانا حاطط بادجت معين. انا باخد كرياتين على فكره بقالي 4 ايام او 5 ايام، حاجه مش فتره يعني، فاهم حاجه. لسه حتى جسمك ما ابتلاش بالكرياتين، جسمك بيتملى بالكرياتين بعد حوالي اسبوع ولا اسبوعين، فاهم حاجه. واشرب ميه كتير فشخ. انا بشرب ميه حوالي مش اقل من 2.5 لتر يعني. عندي ازازه كده 600 مللي، بشربها مثلا مينيمم 4 مرات يعني. مره في الجيم، مره بتبقى غالبا في الصبح، مره بعد الجيم، مره في النص، فاهم حاجه. ده مينيمم كحد مينيمم. ف انا مركز في اللايف ستايل بتاعي، مركز في الكواليتي بتاعت الاكل، مركز في كواليتي النوم. النوم طبعا، لو انت بتقعد على التليفون كتير ده هيفشخ لك نومك. في هرمون معين اسمه ميلاتونين، الهرمون ده بيتفرز في جسمك وقت النوم. الاشعه الزرقاء بتطلع بره التليفون دي، حتى لو انت حملت تطبيق مش عارف ايه، الحاجات دي بتقلل شويه بس هي ما بتمنعش. يا رب يكون مسجل اه. كواليتي النوم عندك بتفرق. فانت حاول تنام بدري، حاول تنام بدري، حاول يبقى عندك يعني حاول تنام بدري. عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. لما تصحى الصبح، ودي حاجه ما ينفعش تقال في بابليك انا فاهم، بس يعني حاول تستحمل اللي انا هقول ده. انا قلت في اخر الفيديو، فانت اكيد من الناس اللي هم ايه، خلاص بقى يعني احنا قريب من بعض يعني، فاهم. لما يكون عندك انتصاب الصبح، بالله عليك روح اتمرن. اتمرن الصبح، روح واتمرن تمرينه بنت حرام. كلك وجبه معينه، ممكن تبقى الوجبه دي على فكره اي مكان بقى، ممكن تبقى بيض، ممكن تبقى اي مكان، بيض ولبن مثلا. وانا مش بحب العيش قوي، بس انا باكل العيش لو انا رايح اتمرن الصبح مع البيض يعني، عشان مصدر كرب. كل الوجبه دي وانت عندك انتصاب، وروح التمرين. اقسم بالله هتمرن افجر تمرينه في حياتك. التستوستيرون عندك بيبقى عالي فشخ الصبح، ما بيبقاش عالي بالليل. بيقل بنسبه 10 20% على مدار اليوم، على حسب طبعا شفت ايه في يومك واي مكان. ركز 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 على الحوار ده. اتمرن الصبح، ما تتمرنش بالليل. هتلاقي نفسك نومك بيتظبط. فكك من حوار انك انت بتملى كارب طول اليوم. انت التستوستيرون عندك بيبقى عالي الصبح، فانت بيبقى عالي الصبح هتمرن افجر تمرينه. بس فكره انك انت تعود جسمك ان هو يتمرن الصبح، فانت مثلا هتعاني ممكن 3 4 تمارين بس، كده نفسك انك انت بقيت قوي فشخ، اقوى من لو انك اتمرنت بالليل كمان يعني، فاهم حاجه. أم، حاجه تانية عايز اقولها، تقريبا لا، تقريبا لا. ف اه حته الفلوس، فانت لازم يكون معاك بادجت معينه كل شهر تصرفها على الاكل بتاعك، على اكلك، على الكرياتين، على ال 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 الستيرويد، زي على الفيتامينز اللي انت بتجيبها لنفسك، على كل الحاجات دي كلها، عشان حاجه خاطر الحاجات دي كلها هي اللي هتزود لك التستوستيرون بتاعك. وبصراحه لو انت معاك فلوس، فانت الكورتيزول بتاعك هيبقى قليل، مش هتعاني كتير قوي في يومك. لو انت بتروح بقى بتشعبط في عربيات او بتاع، هتركب اوبر، هتركب اي مكان، فهيبقى الموضوع يعني اهدى لك شويه، هيبقى الموضوع اضاف لك شويه في حياتك. فانت هتقلل الكورتيزول، فانت هتزود التستوستيرون، فهتمرن اقوى في الجيم، وهكذا. هي نفس السايكل يعني بتاعتك. آه، اعمل جوين في الكوميونتي عندي في الديلرز. الديلرز دي يا جدعان انا بعلم فيها حاجات ليها علاقه بالبيزنس سكيلز اللي هي تهم اي حد شغال اونلاين. طول ما انت شغال اونلاين انت محتاج تتعلم ازاي تعمل عرض قوي، اوفر قوي، محتاج تتعلم سيلز، محتاج تتعلم السيلز ازاي تقفل المبيعات بتاعتك، كلوزنج، محتاج تتعلم ماركتنج، محتاج تتعلم ازاي تعمل فانل قويه من اول ما العميل ما يشوفك لحد ما يبقى واثق منك، لحد ما ياخد قرار الشراء بتاعك، لحد الفاليو ديليفرد او العميل يكون مبسوط منك. انا عايز اقول حاجه دي ما بحبش اقولها، بس يا جدعان انا بجد مفيش كتاب انا قريته في البيزنس، خصوصا لو انا بترجمه في حاجه ليها علاقه بالاونلاين وبتاع، بيتكلم مثلا في الماركتنج او في السيلز او في اي مكان، الا ولقيت ان المرجع بتاعه بجد هو الديلرز. ده حرفيا يعني. أنا كل ما اقرا كتاب الاقي المرجع بتاعه هو الديلرز، مش بلاقي اي معلومات زياده غير ممكن بس حاجات بسيطه. احنا بنقرا كتاب كل فتره، كل مثلا اسبوع او كل 10 ايام اي مكان. بيبقى فيه تيم معين، التيم ده بيطلع يقرا لنا الكتاب ده. وفي تيمز معينه تبقى عليها ان هي تلخص لنا مجال معين او تدينا كورس مثلا في مجال